رشاقتي سر أنوثتي مع الشاوية. ده عنوان فيديو النهاردة، تابعوني. هاي واهلا بيكم متابعين الكرام. النهاردة هتكلم عن اقوى محفزة خسرت ونزلت من وزنها 60 كيلو جرام، وهي الشاوية. تحية للجزائر وشعبها. الشاوية جزائرية عندها 26 سنة ووزنها 120 كيلو جرام. قدرت تنزل من وزنها 60 كيلو جرام ليصبح شكلها كده. طبعا وزن هايل جدا، وخسرت دهون كتير جدا. الشاوية من احد متابعيني على اليوتيوب، وبقالها فترة بتكلمني وانا متابعاها على الفيسبوك. قررت ان هي تعمل جروب على الفيسبوك وعنوانه رشاقتي سر أنوثتي مع الشاوية، وده عنوان الجروب بتاعها على الفيسبوك، وهسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف. طبعا هي اللي طرحت عليا ان انا اطلع واتكلم معاكم واقول لكم ازاي هي قدرت تخسر من وزنها 60 كيلو جرام، وانا كنت سعيدة جدا ورحبت بيها ومبسوطة جدا ان انا اتكلم في الموضوع ده. سألتها ايه هو النظام اللي انت كنت ماشية عليه؟ قالت لي انا كنت ماشية على نظام الحارقة ونظام السعرات الحرارية. سألتها بدايتي كانت ازاي؟ قالت لي ان هي بدأت 3 شهور دايت ورياضة في صالة الجيم، وطبعا مدرب الصالة او كابتن الصالة هو اللي طرح عليها رجيم السعرات الحرارية. قعدت 3 شهور في الجيم بتعمل دايت وتمارين في الجيم، وبعد كده وقفت الجيم وبقت تمشي على نظام السعرات الحرارية، وتمشي كل يوم لمدة 2 ساعتين مشي سريع. بتقول لي انا كنت بمشي كل يوم 2 ساعتين متواصلتين ولكن مشي سريع. وطبعا المهم في ده كله هي الإرادة اللي خلتها توصل للي هي فيه ده. علشان كده دايما اكلمكم اقول لكم ما تيأسوش وما تضعفوش، بكرة احلى وبكرة هتوصلوا اللي انتوا عايزينه. حاجات كتير جدا بتقف في وشنا وبرضه بنتحداها وبنعدي الظروف. قالت لي انا خسرت 60 كيلو جرام من وزني، ولكن في خلال 1.5 سنة كنت بخبص وكنت بلبخ وما كنتش ماشية ستريت قوي، ولكن يأست وضعفت وحسيت ان انا مش قادرة اكمل. ولكن هي شافتني على اليوتيوب وشافت ليا فيديو بتكلم فيه عن الإرادة تقريبا او عن الصحة وكده، فادت لها تحفيز. ببقى سعيدة جدا لما بنوتة تدخل تقول لي انا مبسوطة من كلامك، تسلمي، كلامك ايجابي، كلامك حفزني، انتي لما بشوفك انا برتاح نفسيا وبتحفز للدايت. مبسوطة جدا يا بنات بالكلام ده، ورغم السلبيات اللي بتجيلي في الخاص دي انا بيجيلي حاجات تحفة يعني. المهم نخلينا في حلقتنا. شاوية قررت ان هي تعمل على الفيسبوك جروب اسمه رشاقتي سر أنوثتي مع الشاوية، ضمت اكتر من 5200 عضوة. يوميا بتنزل نظامها في الاكل، وبتنزل اكلها بالصور والمكونات، ولو عاملة اكلة صحية بتنزل مكوناتها هي وباقي الاعضاء. الجروب رائع جدا ونشط جدا جدا. اتمنى ان انتوا تروحوا الفيسبوك وتزوروا الصفحة بتاعتها وتشوفوها وتشاركوها تجاربها وتاخدوا منها افكار. وانا ما زلت حتى الان باخد منها هي افكار، هي خدت مني تحفيز وانا باخد منها افكار. انا الى الان ما اتكلمتش عن الانظمه اللي انا مشيت عليها خالص، لكن ان شاء الله هتكلم معاكم واقول لكم انا خسيت ازاي، ولكن مستنيه لما اوصل لهدفي بالظبط، لان انا مشيت على انظمه كتيره جدا وحاجات كتيره جدا، وعايزه اشارككم بالظبط انا كنت ماشيه ازاي. ما تنسوش يا بنات تروحوا صفحه الفيسبوك وتشوفوا شاوية بتتكلم عن ايه وبتنزل وصفاتها واكلاتها الصحيه. اتمنى ان الفيديو ده يكون محفز لبنات كتير جدا. اتمنى كمان ان انتوا تشاركوا الفيديو ده مع صاحباتكم علشان يكون عندها اراده وتخس وتكمل ارادتها. حلاوه البنت في جوهرها وحلاوه البنت في شكلها، فلازم اول حاجه نكون من جوه كويسين عشان من بره نكون اجمل واجمل. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.